ازيكم؟ انا ساندي ناجي، جرافيك ديزاينر، وفي الفيديو ده هنتكلم شويه عن تصميمات اللوجو اللي انتوا بعتوها لي. فيلا بينا. كنت طلبت منكم ان انتوا تبعتوا لي تصميمات اللوجو بتاعتكم، بس ساعتها طلبت منكم حاجه مختلفه. مش عايزه حد فيكم يبعت لي صوره اللوجو كده وخلاص، لا، انا عايزاكم تعملوا له برزنتيشن بشكل حلو زي ما احنا اتعلمنا قبل كده. تبعتوا لي لينك المشروع على بيهانس. فاحنا النهارده هنتفرج مع بعض على تصميمات اللوجو، وفي نفس الوقت هنشوف البرزنتيشن اللي اللوجو ده متقدم بيه. تعالوا نبدا باول بروجكت جالنا من رشدي احمد. البروجكت لشعار مهرجان وطني للتسامح والتعايش في الامارات. اول حاجه لفتت نظري في اللوجو هو ان الوانه كتير، حاسه ان الوانه مش ماتشنج مع بعضها، وكان ممكن نلخص شويه الالوان، او ان احنا نخلي مثلا نقلل الالوان شويه. انا عارفه ان انت ملتزم بالوان العلم بتاع الامارات، بس كان ممكن مثلا كحل لده ان احنا نغير لون الايد دي، نخليها باللون الاحمر كانها خارجه من هنا، ونغير لون الايد دي باللون مثلا الاخضر او الاسود. فمش شرط ان احنا نلتزم بالوان الايد، يعني مش عشان احنا حاطين ايد فنحط الوان الايد او لون البشره. يعني هنا لما حطيت اللون البني وشلت اللون الاصفر بتاع الايد، حسيت انه افضل شويه. طبعا التكوين بتاع اللوجو عجبني قوي، هو كتلته حلوه قوي مترابط. وعجبني تحت هنا كده ان انت حاطط عامل كده تفصيله صغيره في الفونت، ان انت عامل الفونت العربي ماشي مع الفونت الانجليش نفس العرض، وان انت يعني مكبر الحروف كده او المسافه ما بين الحروف. بس مش عارفه انت ليه مش عامل كده فوق، يعني انت فوق هنا مش عامل كده، انت هنا العرض نفس العرض بس انت مكبر الفونت ده عن الفونت ده، هما مش نفس الحجم. فمهم جدا ان يكون في كونسيستنسي، او ان يكون الفونت ظاهر بنفس الشكل في كل حاجه. عجبني في البرزنتيشن بتاعك ان انت حاطط الكونسبت جميل قوي، الربط ما بين كل الحاجات دي في شكل ايكون واحد جميل قوي. ده انا مش فاهمه هو انت قصدك بيه ايه، مش عارفه قصدك بيه المراحل مثلا ولا ايه. بقترح عليك ان انت ممكن تزود حاجات تانية في البرزنتيشن، زي ان انت مثلا تحط لوجو فاريشنز، يعني تحط مثلا اللوجو بالطول يبقى شكله عامل ازاي، وبالعرض هيكون شكله عامل ازاي، زي ما انت حاطط هنا كده مثلا اللوجو بالعرض. بس تكون بتفهمنا اكتر يعني اشكال اللوجو، الايكون لوحده هيكون عامل ازاي وهكذا. وكمان محتاجه ان انت توريني اللوجو على خلفيه سوداء هيكون عامل ازاي، لو اضطرينا نحطه على خلفيه سوداء، ولو اتحط على خلفيه بيضاء هيكون عامل ازاي. دي برضو من الحاجات المهمه. لكن كتوتال البروجكت حلو جدا ومتعوب عليه، فبرافو عليك. تعالوا ندخل على البروجكت اللي بعده. هو فاينانشال لوجو، البراند اسمها بيرو فولت تقريبا، انا مش عارفه انا بقرا الاسم صح ولا غلط. هفرجكم كده على البروجكت او البرزنتيشن كامله. هو الشغل حلو قوي ومتعوب عليه كالوان وكبرزنتيشن، واللوجو الفاريشنز زي ما قلنا، والفونت والباترن، وكمان الموك ابس كلها حلوه جدا. بس انا عندي تعليق صغير على اللوجو. اول حاجه لفتت نظري اول ما بصيت على اللوجو كده هو ان حجم الايكون كبير قوي بالنسبه لحجم التكست او الوورد مارك. فمهم جدا فكره النسبه والتناسب ما بين الايكون بتاعه اللوجو ما بين الوورد مارك، دي مهمه جدا. فحاول ان انت تصغر الايكون دي شويه. وبما ان الايكون اصلا هي عباره عن حرف البي، فممكن ان انت تشيل حرف البي ده وتحط الايكون هنا مكانه، بحيث ان انت تبقى دمجت ما بين الايكون وبين التكست في نفس الوقت ما فيش تكرار. طيب بالنسبه بقى للايكون نفسها، انا شايفه ان انت دامج تقريبا ما بين 3 عناصر، حرف البي والعلامه بتاعه الفاينانشال دي. انا شايفه او حاسه كده ان هو يعني عباره عن قص ولزق، يعني انت حاطط حرف البي ده وكانك ملزق عليه الايكون، فاهم قصدي؟ فحاسه ان انت كان ممكن تدمج ما بين العناصر دي بطريقه مختلفه، يبقى في دمج بطريقه احسن ما بينهم. عجبني ده الكونسبت بتاع البراند، وده مهم ان احنا نكتبه، يعني يبقى فيه نبذه كده بسيطه عن البراند، او البراند ده بيعمل ايه او عباره عن ايه. دي مهم جدا عشان بيدخلك كده جوه الحاله بتاعه البرزنتيشن اللي انت عامله ده. عجبني كمان طريقه كتابتك للسلوجن تحت اسم البراند، بس في رايي حاسه ان الفونت ممكن يتغير او يبقى احسن، او جرب مثلا ان انت تكتبه كله كابيتال، شكله ممكن يبقى افضل. وخدت بالي ان انت حاطط هنا شادو خفيف كده، رايي ان انت تشيله لان هو اصلا من غيره الدنيا هتكون واضحه. في اللوجو بالذات مش بنحتاج ده، محتاجين ان اللوجو بس ان هو يكون باين على الخلفيه اللي وراه. بنعمله من خلال الالوان بتاعه اللوجو، ان هو يكون فيها كونتراست ما بينها وما بين الالوان اللي ورا. عجبني هنا ان انت عامل السكندري لوجو او شكل اللوجو بقى في الفيرجن ده اللي هو اللي بالعرض ده، اللي انا كان قصدي عليه في البرزنتيشن اللي فات. بس برضو نفس الكلام، الايكون كبيره قوي كبيره قوي بالنسبه لحجم الفونت او من حجم التكست اللي هنا هو بدا يشرح لنا معنى اللوجو اللي هو استخدمه، وان هو العناصر اللي هو مستخدمها ايه هي، والدمج ما بينهم. هنا عمل لنا اللوجو باللون الاسود هيكون شكله عامل ازاي، ودي برضو حاجه مهمه. بالنسبه للشادو برضو هو محتاج يتشال لان هو مشوشر اصلا على الكلام. انا عارفه ان انت ممكن يكون قصدك انك تحطه علشان خاطر يبرز الكلام ويبقى مقري اكتر،
بس لا، هو في كونتراست حلو ما بين الاسود والاصفر، فالكلمه هتكون باينه ومقريه من غير الشادو. هنا برضو دي حاجه مهمه قوي، هو الكلير سبيس او السيف زون اللي هي بتكون حوالين اللوجو، ودي بنعملها علشان خاطر اللوجو يكون في مسافه بينه وبين اي حاجه تانية هتتحط، عشان اللوجو يكون واضح وباين، مفيش حاجه تتشوشر عليه برضو. او لو هيتحط في كورنر مثلا الصوره او البوست او اي حاجه، او حتى الصفحه لما يجي مثلا في الطباعه، او لو هيتحط جنبه لوجو تاني، نبقى عارفين المسافه ما بينه وما بين اللوجو التاني، او ما بينه وما بين اخر البيج او اي حاجه هتكون ايه. بس في حاجه لفتت نظري، هو انت واخد المسافه دي بناء على ايه؟ غالبا المسافه دي بتكون واخدين عنصر مثلا من عناصر اللوجو دي، وبتبقى هي الجايد بتاعنا في المسافه. خلينا كده نعمل سيرش ونشوف الكلير سبيس دي بتكون عامله ازاي عشان تفهموا قصدي برضو. بصوا هنا مثلا في اللوجو ده، هو هنا اخد حرف الاي وعمل بيها المسافه في الاربع اتجاهات، فبقت هي دي الكلير سبيس بتاعتنا. اللوجو ده نفس الكلام برضو، حرف الاو ده هو بقى هو الجايد بتاعنا في الفري سبيس. كمان هو مش بس عمل السبيس في الاربع اتجاهات بتاعه اللوجو، هو عمل كمان السبيس ما بين الايكون وما بين التكست. فحلو ان انت حاطط السبيس، بس قولي انت حاططها بناء على ايه، او حتى قولي مقاسها كام. طيب كمان هو عمل اللوجو فاريشنز اللي هو بالطول وبالعرض زي ما احنا اتفقنا، وبرده حط الالوان ودي مهمه، بس برده قولي انت مستخدم الالوان دي بناء على ايه، يعني ليه استخدمت الاصفر مع الاسود مع الابيض، ليه الالوان دي بالذات في البراند ده. احنا عارفين طبعا ان الالوان ليها فسيولوجيه معينه، وكل لون بيدي رساله معينه، فبناء على ده بنستخدمها في استخداماتنا بقى، سواء في اللوجو او في اي حاجه تانية. فاحنا بنستخدم الالوان علشان نوصل رساله معينه برده، او ندي احساس معين. فانت قولي انت ليه اخترت ده، ليه اشمعنى الاصفر ده بالذات اللي انت استخدمته. كمان انا اصلا من البرزنتيشن كنت فاكره ان الازرق من ضمن البلد بتاعتنا، يعني انا فوق كده حسيت ان الازرق مع الاصفر هم دول الالوان اصلا الاساسيه بتاعتنا، ده اللي انت حسستهوني من البرزنتيشن بتاعك. برضو حلو ان انت حاطط الفونت وكمان حاطط الباترن، بس انا عندي تعليق على الباترن. اولا هو محتاج يخف سيكه شويه علشان هو مشوشر شويه على اللوجو، يا اما تشيل اللوجو خالص ويبقى بس السلايد عباره عن باترن بتورينا الباترن ايه هي. وعايزه اقول على حاجه بالنسبه للباترن، فكره الباترن مش مجرد ان انت بتاخد اللوجو او الايكون وتكرره، لا، الباترن فكرته ان انت بتاخد جزء من اللوجو او جزء من الحاله بتاعه اللوجو، او عنصر معين من اللوجو او اي حاجه من الحاله، وبتبتدي تعمل انت بيها، تعمل كرييت لباترن. برضو ممكن نعمل سيرش كده علشان نشوف الباترن بيكون عامل ازاي. بصوا هنا مثلا دي الباترن وده اللوجو، هل انت شايف ان هو كرر الايكون دي وعمل بيها باترن؟ لا، هو عمل باترن تدي ايحاء بالبراند كلها، يعني البراند كلها حاجة على بعضها، نفس الوقت واخدة من الروح بتاعة الايكون بتاعة اللوجو، فكرة الدواير. فهو ده اللي انا اقصده. بس كده، دي كانت تعليقاتي على اللوجو وعلى البرزنتيشن ده. عجبني في البرزنتيشن ده قوي ان هو في يعني في تطور، في عناصر اكتر من بس ان انت حاطط اللوجو مثلا والالوان بتاعته، لا، انت حاطط الفونت، حاطط باترن، حاطط فاريشنز للوجو ده مهم، حاطط كونسبت او مش كونسبت، حاطط نبذه صغيره عن البراند، ودي برده مهمه قوي قوي. ممكن تحطها بكذا طريقه، مش شرط ان انت تعملها سلايد، ممكن تحطها كتكست اصلا ضمن البرزنتيشن. اصلا في بيهانس تقدر انت تحط تكست، لكن كتوتال حلو جدا. وشكرا يا برام على البرزنتيشن الحلو ده. تعالوا ندخل على اللوجو اللي بعده، تول تيلز. البروجكت جاي لنا من احمد الحضري. طبعا هو واضح كده من اللوجو وبدايه البرزنتيشن هو اللوجو بيتكلم عن ايه. هو اللوجو هو براند كتب تقريبا فينتج قديم، فينتج بوك ستور. حلو قوي السلايد اللي انت بادي بيها دي، انك بتعرض اللوجو على خلفيه تعبر عن البراند، بس حاول بس ان انت تقلل تفاصيل شويه في الخلفيه، او ان انت بس تحط لاير حتى ورا اللوجو، الباستي بتاعتها خفيفه علشان بس اللوجو تفاصيله تبان اكتر. اللوجو حلو جدا وبيعبر قوي عن الحاجات القديمه، وشبه قوي الستايل القديم، فانا واصل لي الاحساس ده. حتى احنا لو مثلا جينا وعملنا سيرش وكتبنا مثلا فينتج لوجو، هو ده كان الستايل بتاعهم في تصميم اللوجو زمان في التسعينات، ويمكن قبل كمان التسعينات. فشايفين هو
نفس الستايل بالظبط، وكمان تفاصيله قليله، فهو يعني وصل لي الاحساس جدا بتاع اللوجو ده وبتاع الفينتج والحاجات القديمه. فدي احلى حاجه في اللوجو ده. كمان الالوان اللي هو استخدمها الوان هاديه ودافيه قوي، برضو كاتب لنا نبذه عن البراند. كمان بقى اكتر حاجه عجبتني في البرزنتيشن ده ان هو عامل حتى الموك ابس اللي هو حاططها هي حاجات ليها علاقه بالبراند، يعني حاطط مثلا البوك مارك وحاطط فيها اللوجو بطريقه معينه من غير ايكون وبالعرض برضو عشان تبقى مناسبه مع البوك مارك. فهو وظف اللوجو بطريقه مناسبه جدا مع البراند. الصور اللي هو مستخدمها بتعبر عن الموضوع. برضو في البرزنتيشن حلو ان هو بيحسسنا بالحاله، فحاطط كمان صور تخص برضو الموضوع. وحلو كمان ان هو عامل حاطط لنا الالوان بدرجاتها، وحاطط لنا اسم الفونت. التعليق الوحيد على اللوجو ان هو الايكون الصغيره دي تفاصيلها كتير شويه فمش باينه، وعشان هي صغيره كمان فمش باينه. فمهم واحنا بنصمم اللوجو نحاول ان احنا ما نحطش حاجه يكون فيها تفاصيل كتير وكمان صغيره، عشان اللوجو لما يصغر قوي او نضطر ان احنا نحطه على حاجه يكون حجم اللوجو فيها صغير التفاصيل بتاعته ما تروحش. يعني حتى انا لاحظت كده انه في موكب تحت كده كان الختم، شايفين الايكون دي معالمها راحت خالص، ما بقاش باين ده ايه. فهو ده اللي انا بتكلم فيه. بس غير كده كل حاجة حلوة جدا واللوجو جميل قوي. فشكرا يا احمد على البرزنتيشن الحلو ده. تعالوا ندخل على اللوجو اللي بعده. اللوجو من رشدي احمد. اول بصه كده على اللوجو هو نفس التعليق اللي قلته قبل كده، هو حجم الايكون بالنسبه للتكست او للفونت مفيش فيه نسبه وتناسب. الايكون كبيره قوي والوورد مارك صغيره. هنا هو حاطط لك الكونسبت بتاع اللوجو وليه هو حاطط الشكل ده بالذات. هو اللوجو عن مركز تعليمي. انا فاهمه ان انت حاطط في اللوجو حرف الام والاف، بس مش قادره افهم ليه الحرفين دول بالذات. ممكن حرف الام ماشي عشان هو اول حرف، بس ليه حرف الاف؟ مش عارفه انت ليك وجهه نظر معينه في دي ولا ايه. كمان فكره تعريب اللوجو مش بيبقى كده، يعني مش ان انت تكتب الايكون او تعمل الايكون بشكل متعرب فتكتب الكلمه متعربه. مش هو ده تعريب اللوجو. هو التعريب بيكون في الايكون تفضل زي ما هي، والتعريب بيكون في التكست بتاع اللوجو بس، لكن الايكون تفضل زي ما هي حاجه كده لازم تكون ثابته في كل حاجه، بتكون بنفس الشكل. طريقه عرضك للوجو حلو والموك ابس حلوه اللي انت مستخدمها. محتاج بس تزود كام حاجه برضو، ان انت تحط الالوان اللي استخدمتها ليه، والفونتات اللي انت كتبت بيها او اللي استخدمتها. ممكن تكتب نبذه برضو صغيره عن البراند، حتى لو هو مثلا لوجو وهمي فبرضو مهم انك تكتب لوجو، تكتب نبذه صغيره عن البراند. الكلام ده كله حلو انك حاطط حاجات يعني كلام هنا في الموكب، بس اعتقد ان لو الكلام اللي انت كاتبه ده حاجة بتعبر عن اللوجو وعن التعليم وعن البراند، هيكون افضل من انك تكتب عن الهوية البصرية بشكل عام. بس كده ده كان تعليقاتي على اللوجو ده، وشكرا يا رشدي. البروجكت اللي بعده هو برضو جاي لنا من رشدي احمد. هفرجكم كده على البروجكت سريعا. حلو جدا فكرة اللوجو والدمج ما بين العناصر حلو. عندي بس تعليق، هي ان الخطوط مش ماتشنج، يعني الخطوط دي مع الخطوط اللي ورا دي حاسه ان هو مش ماتشنج شويه، وحاسه انك جاي بالشكل ده جاهز، يعني مش انت اللي رسمه وده باين قوي. حاسه ان الاشكال جاهزه مش اوريجينال، فخلي بالك من الحته دي لان الحاجات دي التفاصيل دي بتبان. عاجبني انك انت في الفونت العربي والفونت الانجليش الاتنين لايقين على بعض، هو غالبا نفس الفونت فعشان كده انا وصل لي الاحساس ده. يعني نهايات الحروف مثلا نهايه حرف الحاء مع نهايه حرف البي تحس ان الاتنين اصلا فونت واحد. انا معرفش هما فونت واحد ولا لا، ساعات في فونتات بتكتب عربي وانجليش، فده حلو انك تختار الفونت الانجليش مناسب مع الفونت العربي، نفس الشكل ونفس الاحساس ونفس الحاجه. الالوان اللي انت مستخدمها دي حلوه. في بس حاجه مش واضحه لي، انا مش عارفه هي شركه شحن ولا سوبر ماركت، لان هو بيوحي لي كده انه سوبر ماركت اكتر، لكن من البوسترات اللي موجوده شايفه ان الحاجات دي بتقول انها شركه شحن توصيل سريع وامان وكده. انا حاسه انه شركه شحن، بس اللوجو حسسني ان هو سوبر ماركت، انا مش عارفه انا فاهمه غلط ولا لا، بس ده الاحساس اللي وصل لي. برضو البرزنتيشن محتاج شويه حاجات انك تزودها. حلو انك تحط موكابس وتعمل ديزاين وكده، وحلو انك عامل البيزنس كارد، بس محتاج برضو تزود حاجات
يعني خاصه بالبراندنج اكتر، زي الفونتات والالوان اللي انت مستخدمها. وكمان حلو قوي لو في سكتش مثلا انت رسمه تحطه برضو، تبين لنا المراحل اللي انت اشتغلت فيها باللوجو ده. يعني اللي انا بقوله ده مهم كبراندنج. البرزنتيشن مش بس ان انت تحط اللوجو مع شويه موك ابس وخلاص، فدي برضو حاجه مهمه خد بالك منها. البروجكت بقى اللي بعده هو اسمه ذكرى، جاي لنا من محمد. بصراحه البروجكت ده عجبني بكل تفاصيله. هحكي معاكم شويه على البروجكت ده. اولا هو حط بانر، حاجه افتتاحيه كده عشان يوضح لنا كده ايه، يدخلنا في مود البراند. وعجبني الفونت اللي هو مستخدمه، ان هو حاطط اللوجو من فوق وكاتب البريف وكاتب اسم الكلاينت والسيرفيس اللي هو بيقدمها والسنه والديزاينر اللي عمل الشغل ده. فدي برضو حاجه كده ايه زي مقدمه للشغل اللي احنا هنشوفه بعدين. فدي برضو حاجه حلوه قوي وحاجه مهمه قوي ان احنا نعملها. اعتقد ان احنا كده خلاص اصلا عرفنا البراند بيتكلم عن ايه، من مجرد بس ان احنا شايفين اللوجو مطبوع على حته قماشه ومكتوب فاشن، فخلاص احنا كده عرفنا خلاص اللوجو واللي جاي اللي احنا هنشوفه هيكون ايه. كمان هو حط درجات الالوان بكل تفاصيل، حتى حط اسم درجه اللون والقيم بتاعه CMYK والكود بتاع اللون. هنا كمان حط شويه مفاهيم كده عن البراند او الاحساس اللي البراند عايز يوصله، إليجنت وكلاسيك. وغالبا الحاجات دي العميل هو اللي بيديها لك. ده طبعا اللوجو بتاعنا النهائي. واعتقد ان اللوجو ده بيفكرنا ببراند كبيره بتاعه فاشن برضو. وبرضو حتى الموكبس اللي هو مستخدمها واللوجو باشكاله المختلفه، الايكون والتكست لوحده والايكون مع التكست شكلهم يكون عامل ازاي. هنا بقى هو مش بس حط لنا اسم الفونت اللي هو استخدمه، هو كمان كتب لنا نبذه عنه وقال لنا السبب اللي خلاه يستخدم الفونت ده بالذات، وده برضو مهم. بعديها حط لنا شويه موكبس كده ليها علاقه ببراند اللبس، زي التيكتس، الشنط، البيزنس كارد، البوسترز. وادانا كمان تصور لشكل السوشيال ميديا هيكون عامل ازاي. حتى ادالنا تصور لشكل اللوجو في ابلكيشن موبايل، برضو لو اتعمل منه ابلكيشن شكل اللوجو هيكون عامل ازاي. التيكت اللي على الهدوم، البوسترات والاعلانات الكبيره اللي بتكون في الشوارع، كل التفاصيل دي. فالحقيقه ان البروجكت ده من احلى البروجكتس اللي اتبعتت لي، او اكتر برزنتيشن صراحه حسيت ان هو في كل التفاصيل اللي موجوده اللي محتاجه تكون موجوده في اي براند. فالحقيقه عايش على الشغل الجميل ده يا محمد. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده ولو بمعلومه واحده. كل فتره هحاول ان انا اعمل فيديو زي ده نتكلم فيه عن التصميمات بتاعتكم، سواء اللوجو او السوشيال ميديا. ولو حد حابب ياخد رايي في اي وقت يبعت لي على انستجرام هرد عليكم. هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن، اعملوا لي فولو او اسالوني عن اي حاجه. واشوفكم الفيديو اللي جاي. باي باي.